عارف إيه أكتر حاجة بتوقّفنا عن أي بداية؟ مش قِلّة الإمكانيات ولا الظروف، الخوف. الخوف من الفشل، الخوف من كلام الناس، الخوف من إنّك تبقى مبتدئ وسط ناس شكلهم عارفين هم بيعملوا إيه. بس خلّيني أقول لك حاجة، الخوف مش علامة إنّك مش قدّها، الخوف معناه إن اللي قدّامك مهم وإنّك بتفكّر. أنا عن نَفْسي بدأت حاجات كتير وأنا مرعوب، بس بعد أول خطوة الخوف ما اختفاش، بس أنا اتغيّرت. لو مستني اللحظة اللي تحس فيها إنك مش خايف، يبقى هتفضل واقف في نفس المكان. مش بقولك خليك شجاع قوي، بس امشي حتى وانت خايف. خطوة واحدة صح أحسن من 100 حلم ما مشيتش فيهم. المشكلة الخوف من البداية هو حالة نفسية بتخلي الشخص يتردد يخطو أول خطوة في حاجة هو نفسه عايزها، يدخل مجال شغل جديد، يبدأ مشروع، يتكلم قدام الناس، يتعلم مهارة، حتى يبدأ صفحة جديدة في حياته. هو مش كسل، هو عقل بيفكر زيادة عن اللزوم وبيحط سيناريوهات فشل أكتر من الطبيعي. الأسباب: تجارب سابقة سلبية، خسر، اتسخر، اترفض. حب الكمال، لو مش هكون جامد من أول ليه أبدأ. البيئة المحبطة، ناس دايما بتقولك أنت مش قدها. العواقب والسلبيات: تأجيل مستمر، تفضل تقول بعد شوية ويعدي العمر. إحساس بالندم، تحس إنك ضيعت فرص كتير كنت ممكن تجربها. قلة الثقة بالنفس، كل يوم تتأخر فيه عن البداية تحس إنك مش قادر. تضيع فرص حقيقية، الفرص مش بتستناك ولا الناس. تضخم الخوف جواك، لما تهرب من الخوف هو بيكبر مش بيختفي. طب في إيجابيات؟ أيوة، الخوف أحياناً مؤشر مهم، معناه إن اللي أنت داخل عليه مش تافه، معناه إنك واعي وعندك مسؤولية، بيخليك تجهز نفسك أكتر لو استخدمته صح. لكن الفرق هو، هل الخوف بيحركني ولا بيشلني؟ الحل الواقعي: واحد، قسم البداية. ما تبدأش المشروع كله، ابدأ بخطوة صغيرة. لو نفسك تعمل بودكاست، سجل دقيقة بس. لو نفسك تفتح بيزنس، احسب تكاليف أول منتج بس. اتنين، اقبل إنك هتغلط. مفيش حد بدأ وهو محترف، كل ناجح كان مبتدئ مرتبك في الأول. تلاتة، قلل الضوضاء، ابعد شوية عن الناس اللي بترهبك أو بتقارن. خد مساحة هادية لنفسك. أربعة، دون مخاوفك، اكتبهم بصراحة. مثلا: أنا خايف أفشل، خايف الناس تضحك، خايف من قلة الفلوس. مجرد ما تكتبهم هتشوف إنهم مش وحوش، دول جمل. خمسة، ابدأ رغم وجود الخوف. الخوف مش لازم يختفي علشان تبدأ، بس انت تقدر تبدأ معاه وهو بعدين هيهدى. جملة تلخص كل ده: الخوف من البداية مش عدوك، بس سكوتك هو اللي ممكن يبقى عدوك.